لسه جات لكم النهارده بطريقة فك الأرقام. طبعا كان في ناس كتير طبعا محظورة، اللي هو طبعا أغلب الناس طايرة دلوقتي، كان حظر طبعا أو المشدد أو كل الحاجات دي يعني. طبعا كان في الفترة اللي فاتت دي كان في حوار اللي هو فريق الدعم كان في غلط يعني، كان في غلطة، فما كانش بيرد على حد. تمام. حاليا الفريق بس بيرد في أوقات وأوقات، يعني ممكن يرد عندك وممكن ما يردش، على حسب الجميل. ولا كده انت هتبعت الرد، الكود اللي انا عامله لك هتبعته من بتاع ده. لازم يبقى الجيميل بتاعك متوثق عشان الشركه ترد عليك. متوثق ازاي؟ يعني متوثق برقم تليفون. هيبقى الجيميل معاك قديم. اولا كده قبل ما نبدا في الشرح هديكوا نظره بسيطه على القناه. تمام. اولا دي قناه اليوتيوب بتاعتي، فانت لو بتشترك فيها انت الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. دي القناه طبعا بنزل عليها حاجات حلوه، خش انت اديها بص بقى ونظره براحتك. تمام. بقى نبدا في الشارع عشان ما نطولش عليكم. اولا ده الرقم اللي هنحضره اللي هنفكه اهو. اهو الرقم طاير. تمام. اهو طاير، اهو سكرين هو طاير. وهتجي عندك الشركة جميل. بس ثواني كده، ده الكود. كود مثلا انا هاخد الحاجات اللي هو الكوبي، ضغط كل حاجة هنا كوبي، باخدهم كلهم كوبي. بدور يمكن ترجع وافضل اراقبك من سكات يعني هان. صلي على النبي كده في قلبك. كانت كلام طب تمام في الاخر يعني طلعت مش ملاك، كانت اميرتي قولوا لها تمام. وهتيجي عندك كده على الجميل. تاجي عندك على الجميل هي عندك على الجميل. يا اخويا، وقتها الحاجات اللي انت خدتها كوبي دي تروح حاططها كلها. تمام كده. تاجي تحطها تاجي بقى للموضوع اللي انا سايبه لك. اهو الموضوع تاخد كوبي. تمام. وتاخد الرسالة دي كوبي اهو، وهتيجي تحطهم تحط الموضوع مكان الموضوع كده. تمام. تدوس ارسال، تبعت للشركة يا صاحبي، تستناهم يردوا عليك. تمام. تمام. استناهم يردوا عليك. هم حرفيا لو الدعم شغال يتم يرد عليك في نفس الوقت. تمام. تمام يا صاحبي كده يعني. زي الناس ولا مني زيك حال تمام وكله بيمشي. هو اللي بينا كان رخيص لدرجة إن جاي تنسي. طب تمام، شفت الجميلة بالفستان، مش دي اللي قالت مش هنقول لحد ايه زمان. بشوف وش الخير اسف عشان بخير. بص هنرجع لجميل تاني، هبعت الجميل تاني وهسيب ده هيرد عليه اصلا هو ده فاهم. بس كل اللي بينا نسيب ما تطبطبوش عليا انا عارف يعني نفس الموضوع تاني. وراقب من بعيد واشوف طريقتها عادي ماشيه. عم يا زميلي ورا الازاز اشوف صورتنا عيط وابل الناس تمام وابلغ مش فارق لي حاجه. القصه اتغيرت في النص اشوفك بكره في القعاده الحق معادك اتفرج شوف وصلنا لفين. دعيت عليكي في اخر سكه حط نفس الموضوع. انا مش زعلان منك زعلان عشان جت منك بعد ما كنت بنتي فجاه بقوا بيحكولي عنك. بعد ما كنت بنتي فجاه بقوا بيحكولي عنك. كنت نسيت ان انا وحيد ليه فكرتيني. بسيب من غير عتاب ولا طبطبه بسيبيني. كتر خيرك صبرت كتير وصدقيني مسامحك شكلك احلى جنبي.
متشكر على الكمين. كام رد على البتاع دي؟ امانه عليكي مهما عدى عليكي بلاش ده تحط الكود. لا هنزله لك ده اهو ده. ما تقوليش كلامنا وسيبي لينا ذكرى حلوه بص يا بلاش صاحبي العسول تاخد في الكوبي حالنا. كده يا اللي انت كنت جنة ازاي تمام. بقيت جهنم، ازاي بعد ما كنت فرحة قلبي بقيت بتعب دلوقتي. دوس رد على الكود. علمني انساك واسامحك انا مش قادر اضحك، علمني اني ما اهتمش واطنش واكسر قلبي زيك. دوس رد على الكل. حط الرقم اللي انت عايز تفك. وعلمني ان اسيب الحاجة اللي انا حبيتها تمام يا صاحبي. عشان الناس نسيتني. انا كنت وحش للدرجة دي عشان الناس نسيتني. انا كنت وحش للدرجة دي عشان الناس نسيتني. ليك يا نور عينيا عشان تمام يا صاحبي. تدوس ارسال كده. سلامات يا غالي يلا خيري شراب تركيز. هتستنى كام ساعة الشركة ترد عليك. ممكن ترد عليك في وقتها. يا نور عينيا عشان تمام. بص ممكن ترد دلوقتي وممكن ما تردش دلوقتي. انت على حسب عاد الشركة شغالة او لا. انا يا زميلي ممكن اشوف الرقم. انا عايز الرقم وانا كده هجيب الرقم وراجع له. هنحط الرقم كده تاني. الرقم لسه معاه. واسرح في صورتك حبة اسرح في حالي حبة برضه. الواحد ضيع ياما سنين من غير ما يبص لنفسه. اوقات بتيجي عليا ساعات وفكرة هعيش تسابني عادي يعني. اعذرني انا اصلا ما اتعودتش احكي انا بتساب. والاول مرة بص لنفسي اخاف مش هنساك. ده كان كلامه ومن فينا اللي باع انا مشتاق. واموت نفسي لما اقول وحشتك كله حس بضعفي وكسرة ظهري مش هسامحك امشي. قول لهم سابني عادي يعني وما تأثرش بيا. قول لهم كان كداب قال انا تمام ضحك عليا. بس عارفة خايف في يوم تترد فيكي. هتحبي حد زي وزي ما اتأذيتي يزيكي مش بداري. انا اسف اني كنت شاري رغم اللي شفته منك كل يوم بتيجي في بالي. كنت عارف يومها انك هتمشي واتعشمت ترجع. كنت كل مرة اقول تمام المرة دي مش هرجع. بس عارفة دمعت يومها غصب عني. كنت نفسي نكون مع بعض لحد يوم ما تكوني جنبي. كان خيال هو اللي بينا بجد اتباع. ضحكت يوم اما قلت ان احنا في يوم هنكون بعاد وبدون معاد. تلاقيك لوحدك كله يبعد. كانت معاك وفي حضنك بس في لحظة زعل بعدت عنك. وانا بشوفها كتير بتضحك بس بمشي ما اتكلمش. ما تخيلتش يوم هيجي علينا ونمشي ما نسلمش. وابقى اموت واخدك في حضني بس مرضاش ان اضايقك. انا زعلان كان المفروض ان ابعد يومها وابقى زيك مش مسامحك. مفيش نصيب ان ابقى جنبك عارف. زعلان عشان وعود اتداس عليها وفجأة هانت. والمقابل ان اللي بينا يضيع قصادك. وانت ما تتهزيش وتسيبي كل حاجة تضيع. ده رد على فكرة انا رد بالفك فاهم. كل حاجة تضيع وعادي. انت لو ردك الرد ده اتقل هتلاقيهم بيقولك نتيجة فك الرقم فك. انت اللي ضيعته بايديك ازاي بعد اللي كان ما بينا تساب واهون عليك. ما بتحبكش انساها احسن ما تستهلكش. ده انا اخويا اصلا عشان الفيديو ما يطولش والرقم فك بيه كذا رقم فبفك عمري اللي بيه ضاع انت اللي ضيعته بايديك ازاي بعد اللي كان ما بينا تساب كنت واهون شغال عليك. وفك وكل حاجة. ما بتحبكش وانت انساها لو احسن ما تستهلكش. كل الناس قالت لي هتنسى بس انا ما لو جات نسيتش. مشكلة وحاجة زي كده بقيتك قطعتها والشهادات اتمسحت. ما بقيتش بسهر افكر فيكي ولا بقيت بفتكر. خلينا انا اقول لك الحاجة اللي انت عايزها وانا هفك لك الرقم. واتعالجت منك. انت حاول أنا ما الاول بقيتش بعدين زي تاكل. الاول باختصار ما بقيتش احبك. بس كده اشوفكم في فيديو مكاننا جديد. امبارح وما بصيتش جنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش تشترك في القناة بقى وتفعل زر الجرس. عايز اقول لك ان كنت شغال السماحة على عاش حد جاي يقول لي ان الكود ما شغالش وشغل العوض. شغال ما فيهاش كده. بنام من غير تعب وسواد عينيا.